المشاهدون الأكارم، أهلا ومرحبا بكم وطاب صباحكم بكل خير. ها نحن سادتي المشاهدين نحتفي معا بأعياد الميلاد المجيد، عاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. فترتنا المفتوحة سادتي المشاهدين تمتد معكم حتى منتصف الليل، وهناك العديد من الفقرات والبرامج التي في انتظاركم. في هذه المساحة سادتي المشاهدين يسعدني ويسرني أن نستضيف أحد رموز أغنية التجر والبداويت، الفنان محمد عبد الله محمد، وهو ضيف عزيز سيكون معنا في خلال هذه الدردشة. أستاذ محمد، أهلا ومرحبا بك وكل عام وأنت بخير. مرحبا، أهلا وسهلا. طيب، يعني أستاذ محمد، يعني وفي صباح هذا العيد يعني نبدأ بلحن البداية، نسمع السادة المشاهدين لحن العيد. جدا. مرحبا. أولا هني نعم بالعيد الشعب الإريتري نعم بأكمله، نعم في الداخل والخارج، نعم، وقول لهم عيد سعيد. كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله ينعاد عليكم بالخير والبركة. وأنا سمعهم لحن البداية إن شاء الله. سلام لكو دير حياة طالب سلام لتتني سارا وسر بيبا، سلام لكو دير حياة طالب. تكلتو ابي احمد ربي صوتا وزار هاي لبك انقرتو تبلاك كمودا سكابي تكلتو ابي احمد ربي صوتا وزار هاي لبك انقرتو في بيتو بيه لبلنا بلتو الحالة سسنل قبل نزاتني سرا وسر بيبا، سلام لكو دبير حياة طالبا. ولا سفرنا وكنت نقدر ولا سر، دايما تكون الدنيا وبالله ما ينبر. ولا سفرنا يكون نادر ولا سر، دايما تكون الدنيا والله ما ينبر. فالمديبة قليش أنا تلقوا في صد السفلان. وسر بيبا، سلام لكو دبير حياة طالبا. فقلا لزاتني سارا وسر بيبا، سلام لكو دبير حياة طالبا. مكاين هتبقى درا سوكم مهدو يا ربي تلقى بداتو طول الامر مكاين هتبقى درا سوكم مهدو يا ربي مسلك السوي
عندنا سفل لكم جاي سفلا لساتني ترى وسر بيبا سلام لكم دبير يا طالب بيبا سلام لكو أدبير حيا طالب قبل الكتب ناس قابتك لتو بأحمد ربي صوتا وجار هاي لبا فكرتو نبيتو بيه لمن قلت نالة سافل سافل لساتني سارو وسر بيبا سلام لكو دبير حيا طالبا ولا سر دايما تكون الدنيا وما ما ينبر ما نسافرنا وقوم نادر ولا سر دايما تكون الدنيا وما ما ينبر سلمى ديبا قال يا جنة في بدل سفلا مكايد تثبت عذر أمسى وكل ما هبدو يعربيد مثل السوء عندنا سفلكم جاي سفلا شكرا جزيلا لهذا اللحن الرائع والجميل الفنان محمد عبد الله. مرحبا. محمد انت برضو مشهور باسم حوار شيخ، انت اسمك محمد ولا حوار شيخ؟ اسمي أنا محمد عبد الله محمد. حوار شيخ دي ممكن أقول لك اسمي، الاسم دي دائما تجي من الأمهات، كناية، هي كنية. أيوة هي لقب، لكن الأم ما بتنطق لأبو زوجة. نعم. كده بتغير لولدها دائما. دائما بتغير. نعم. دائما بتغير. نعم. الاسم. نعم. فالاسم ده اصلا يعني جاي من الوالده. ده من الوالده. هو نظام كنيه وكده. طيب حوار شيخ، يعني نحن عايزين نتكلم عن بداياتك الفنيه، ويعني كيف محمد عبد الله حوار شيخ يعني وجد نفسه في هذا المجال الفني. والله يا اخي انا طبعا اولا بدايتي من في المدرسه بديت. نعم. اول الصف السادس كده دائما المدارس بيعاملوا ويقولوا مثلوا وغنوا وكلام زي ده، بجيب علبه الهندسه اخدها ويقول لي غني واغني واغني واغني، ومنها كنت راقص. نعم. مشهور راقص. نعم. يعني انت بديت مشوارك الفني كراقص. راقص بديت. نعم. راقص، ولكن برضو بيجبروني في المدرسه. نعم. كده عشان اغني علبه الهندسه دي خدتها كده زي الجاز. نعم. وكنت بغني. نعم. في المدارس. طيب يعني اتأثرت بمين من الفنانين في بدايتك الفنية؟ أنا بداية الفنية تأثرت بهذا الفنان، حسن قاعد أغني أغنيته. نعم. المرحوم الشهيد موسى صالح رحمة الله عليه، الأستاذ موسى صالح. طيب يعني لو تتذكر يعني حوار شيخ أول أغنية تقول يعني الأغنية دي حكتي أنا، يعني كلمات وألحان وبديت أغنيها وكده يعني. نعم. وفعلا هزعنا الموبايل. معلش ما في مشكلة. نسينا نحن دخلنا في جيبنا. نعم. بس أنا أول أغنية اللي بديت بها أنا وقمت أتأثر بها، كنت بغني من
اغاني موسى صالح كنت بغني منه اغاني موسى صالح، حامد عبد الله، الفنانين دي. نعم. حتى اهلنا الشرقيين دول كلهم البداويت، اي فنان معجب به كنت بغني، لكن كان اول دول اللي بديت معه الفن ادخلني الفن هو الفنان موسى صالح. نعم. انا براي اول ما بديت خلاص داير اغني، انا بديت كمان باغنيه كده عاطفيه تاثرت بها. نعم. لان واجهتني. نعم. واجهتني هي ذاته بنفسها. اوكي، يعني ظروف الحياه. ظروف الحياه واجهتني وجابت فوق التاثير، انا كمان لابد قلت الا اغني في المواجهه بتاعتي دي. اغنيه بالتجري بديت انا. انت بديت بالتجري. طيب اضافه للتجري برضه انت بتغني بالبداويت؟ بالبداويت اغني، بالعربي برضه اغني. بالعربي برضه تغني؟ طيب بالبداويت يعني كيف وجدت نفسك في مجال الاغنيه بتاعت البداويت وتاثرت بمين من الفنانين؟ ايوه البداويت انا تاثرت بالفنان محمد البدري. نعم. الفنان محمد البدري طبعا يمكن انا كمان عملت معه، يمكن واجهنا كثير في المسارح وكده. الفنان محمد البدري نعم. انا صراحه يعني وطبعا رائد اغنيه ايوه ايوه اللغه البجاويه دي يعني من الفنانين اللي هو الابدع يعني اقول انا يمكن اخش بها الثقافات. نعم. طيب نسمع يعني مقطع صغير كده لواحده من اغاني الفنان محمد البدري. يا سلام. يا أنا من قريب كونني بولي هاي بكتوني هاي بيبي وسنب يا وقل دير شمين يا أنا من قريب أخنا كبركم يا وترهايقني بالي طيادن كداني حسني سلام ليلين وش كبريني دوشكا صدقنا جيجيب اللهم جيجيب صدقنا جيجيب سلام ليلين وش كبريني سلام لا يدوش كبريني ارانك ربك يبقى يا ماغن ارانك ربك يبقى يا ماغن الدنيا تبتيل سلام لا يدوش كبريني شباب ورساي قبل تجارت شباب ورساي قبل تجارت طلعي فالنور بوبي بسلام لا يدوش كبريني كسل عيفنايتو ورساي مايتو كسل عيفنايتو ورساي مايتو طلعي فالنور بوبي بسلام دوش كبريني
دوشكا صدقك ناجيك اللهم ناجيك صدقك ناجيك سلام لا دوشكا بري دوشكا صدقك ناجيك اللهم ناجيك صدقك ناجيك سلام لا دوشكا بري. شكرا استاذ محمد عبد الله حوار شيخ. الاغنيه دي لمحمد البدري ولا لسيدي دوشكا؟ انا محمد البدري ده يعني انا سمعتها من محمد البدري. سيدي دوشكا يمكن يكون شيء اكون ما اعرفه انا. نعم. وبسمع سيدي دوشكا سيدي دوشكا سيدي دوشكا. اوكي طيب. طيب يعني نرجع لدورك في الفرق الفنيه هنا في اريتريا، وانت يعني موجود في واحده من الفرق التابعه لوزاره الدفاع الاريتريه. جدا. يعني احكي لنا كده، يعني انت موجود في هذه الفرقه والاسهامات يعني اللي بتقدموها لاغنيه التجري ولاغنيه البداويت من خلال العمل في هذه الفرق. يا سلام، والله انا اول بديت بالفرقه الثانيه مشاه. نعم. الفرقه الثانيه مشاه دي اللي يقولوها بتتقال في ريحه كليبتي. اوكي. ايوه. طيب. يكون في ناس كتار الثانيه مشاه ما بيفهموها. نعم. ايوه. وطيب يعني شنو البرامج اللي بتقدموها من خلال الفرقه؟ والله نحن بنقدم دائما اغاني الحماس. نعم. دائما فرق الدفاع لا بد مجبورة للحماس، أي أغنية للحماس. طبعا ما ده هو الشغل بتاع وزارة الدفاع. هو المهم نحن كله قدر ما نكتب وقدر ما يكتب لنا شعراء يكونوا ولا برانا بنكتب دائما في الحماس نحن متكين. نعم. طيب يعني بالنسبة للأغاني الثانية يعني والأغاني الثانية برضو لابد لها دور. الأغاني العاطفية. العاطفية دي لها دور، دي من ضمن نفسيات الناس. نعم. نعم. ما بس يعني ككرك في محل كده. في النص يعني برضه. أيوة. في كلام للحنين وللحب. أيوة. وكده يعني الحب دائما له دور كبير في الإنسان ذات، في الإنسان. نعم. الحب هو نصف الإنسان، مقاسم الإنسان، أنا بقول كده طيب حوار شيخ يعني لو تحدثنا عن تأثير المناطق والأماكن ودوره في تشكيل وجدان الفنان، يعني حس واضح انه تغني بالبداوي وتغني بالتجري وتغني بالعربي، ده معناها في تأثير بعض المناطق كويس. يعني الى اي درجة يعني ممكن يعني الاماكن والمناطق يعني كلها تأثير في تشكيل وجدان الفنان؟ فعلا اي منطقة الفنان بيجيها ممكن بتأثر معه، وحتى لو قرية صغيرة في تأثير لا بد الانسان بيلقاه. انا هسه قاش بركه ومن ابناء غردات، مواليد غردات. نعم. غردات دي عندي فوق يعني الشيء اللي برتاح له في غردات دي ما اجده في بلد ثاني في مدينه ثانيه. نعم. اما بحالات الثانيه انا بالمناسبه كرن ومصوع. نعم. دي انا بقول في اريتريا ما انا بشوفها مديها درجه ولا مديها اسمر الدرجه بتاعت مصوع كرن انا. طيب كل زول طيب نسمع اغنيه كده من الأغاني بتاعت العاطفة، من أغاني الحب كده، سمعنا لحن مختصر كده. دل بديت بها لأني أنا برايش أغنيتي وكده. ده أول أغنية. أيوة دلها. والأغنية دي يعني هي يعني زي ما ذكرت في بداية الحوار، يعني هي نابعة من إحساس حقيقي وأغنية يعني حقيقي يعني مأخوذة من واقع، عارفين فيها يعني عارفين الوتر بتاعها. طيب نسمع أحسن.
تاقي لاني متميكي ترساكي واللي بين لبيك يا لين دمرني دماغ نتودي دمرني دماغ نتودي جازيكي سراي من الشابية سراي من شابي يا ذيكني سراي من شابي عالدوادي صليب لقواقي يا عالدوادي صليب لقواقي عالدوادي صليب لقواقي حمودا لكم عمل وادي شمكي غدامو يدرسو شمكي غدامو عذاب قتي قلي والسجون يا عذاب قتي قلي والسجون كلاشنكوف ساد تنشين. يا سلام يا سلام، شكرا حوار الشيخ لهذا الأداء الرائع والجميل. ويبدو إذا كانت يعني دي بدايتك، يعني بديت بداية قوية وبداية جميلة جدا. طيب يعني أستاذ حوار الشيخ، يعني دايرين نتكلم عن فائدة العمل الجماعي هنا في الفرق الإريترية. دائما نلاحظ إنه الناس كله دائما يشتغلوا مع بعض، يشتغلوا في جروب واحد، يشتغلوا مع مجامع واحدة، وده هو تقريبا اللي يخلي العمل ناجح والعمل جميل. يعني من خلال يعني تجربتك ومن خلال عملك مع عدد من الفرق الإريترية، يعني كده حدثنا عن العمل الجماعي في الفرق الفنية. والله يا أخي العمل الاجتماعي ده أنا في السنوات القريبة دي قاعد أشوفه كمان دائما. العمل مع بعض الفنانين يغنوا، صغير كبير يغني مع بعض، دي عملية فكرة جميلة. والفكرة دي أنا بقول عملوها بأهل قديات، يعني دفرونا فوقها، من ضمنها أنا مدفور فيها. نعم. وعملية جميلة، يعني ما أقول عملية شينة. نعم. يعني الفنانين مشان يغنوا بالصورة زي دي، لكن بس أنا برايب يعني بتواجهني مشكلة واحدة في العمل الجماعي. نعم. العمل الجماعي ده وقت يكون جماعي كل فنان المفروض يغني بصوته. نعم. أنا كان قلت أوه، الثاني المفروض يقول إيه، يطلع فوق كولار يعني. نعم. له الفن الجماعي دائما داير الحتة دي. نعم. الفن الجماعي كل زول يعني، ولا نقول في سلك واحد لو غنينا الفيه القدرة والما فيه قدرة، يعني شوية بيأثر أنا بشوفه، لكن جميل العمل ده. أنا برضو بقصد يعني إذا كان مثلا يعني زمان يعني المعروف إنه الفنان هو يكتب الأغنية وهو يلحنها وهو يغنيها. في بعض التجارب يعني مثلا تلقى شاعر كتب الأغنية وملحن لحن الأغنية وبعد ذاك الفنان يأديها، ده برضو عمل يعني جماعي. هل في تجارب زي دي عندكم كفنانين؟ تتعامل مع مين من الشعراء والملحنين؟ أنا بالذات يعني فترتي ما طويلة أول. نعم. لكن أنا عندي زي 2 من الشعراء بيتعاملوا معي كشعراء. أقول كمان عندي الشاعر الواحد يعني زيادة اللي بيتعامل معي ده أصله ما يدورني أذكر اسمه. أوكي. أصله أجبرني ما أذكر اسمه، يعني كم لكن هو يكتب لك. بيكتب، أيوه بيكتب لي. حتى أنا لو كتبت كمان بلجأ له هو. أوكي. يعني تورش العمل معه. نعم. يقعد معي يقول لي لا طلع الحرف ده، لا دخل دي كده. في واحدة من مهرجانات الشباب في ساوة أنت غنيت أغنية اسمها وهاشون. ويعني واحدة من الأغاني الجميلة جدا، والأغنية يعني وجدت يعني رواج يعني كويس ولقت يعني جمهور عريض يعني. يا سلام. حنسمع الأغنية دي، لكن قبل أحكي لنا عن الأغنية كلماتها وألحانها والله والتجربة بتاعتها. يا سلام. الأغنية دي ذات بالذات جات في نفس اليوم عملها ويوم شغلها. الشيء اللي كان مطلوب يعني طلبوا مننا للمنسيات ديل بأي صورة، أدونا أوصاف للمنسيات الشباب. نعم. للشباب ديل كيف
كيف؟ في وقت ضيق كمان. نعم. المهم على الحظ بالكلمات ديل، انا سطر السطرين اللي بديتهم دي قلت ما اخليه اصلا، لابد الاغنيه دي ابداها بس انا تاخذ دوره. نعم. لانه فتشت الناس كله اللي اشتغلوا سوا قاعد يغنوا شنو سمعت، انا جيت متاخر. الاغنيه كلماتك اي فنان بتاعتي انا بتاعتي الاغنيه هي. نعم. اما ساعدوني فوق يعني في ناس مساعديني فوق مساعده شديده. نعم. لا بد بالاغنيه دي يعني ده هو العمل الجماعي. ايوه عامل الجماعي معي اسحاق قرس قهير. نعم. توماس مدهني. نعم. والمهم اي فنان موجود معي انا في الفرقه بتاعتي. نعم. كله وقت ما اغني يقعدوا لي يقولوا لي يا اخي ايوه كده كده. المهم اول خليها بتاعت دايره املاها دي. انا اسبوع كل مره يقول لي زيد 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 نقص زيد نقص عامل كده خش. بس المهم زي العميان ثبت الاغنيه. طيب الأغنية نسمعها شوي. نسمعها شوي. الاغنيه كمان هي ذات اللي جابتنا الشاشه. نعم. شكرا حوار الشيخ. يعني هي أغنية فعلا جميلة ومعبرة أيضا يعني. طيب يعني حوار الشيخ أنت يعني عملت مع عدد من الفرق غير الفرقة التابعة لوزارة الدفاع اللي تعمل معها، أنت تعاملت مع فرقة السبريت وغيرها من الفرق. والله أنا الفرق الموجود يعني الفرق دي أضافت لك شنو؟ استفدت شنو من خلال عملك؟ أنا استفدت دائما الإنسان يعني أنا حسب بالذات بنفسي دائما
البرنامج اللي بعمله ما بس اقول يعني عشان استفيد انا لنفسي وبس. نعم. اولا يعني اول المظهر للفنان، اول دائما لازم يشارك في اي محلات الموجوده، يشارك فوق المظهر. بعد ما تقتنع من المظهر بتاعتك انت خلاص عملتها. من الانسان طبعا في الدوله، في دولتنا هنا ما ممكن كمان الفنان عشان يقول دي فيها مصلحتي ما فيها مصلحتي، لا بيمشي. والحمد لله انا شاركت مع سبريت، شاركت مع الفرق دي اكثرهم يعني. طيب الفرق دي اضافت لك شنو يعني؟ استفدت شنو انت في تجربتك الفنيه؟ والله انا في تجربتي الفنيه بستفيد، انا بلتقط حاجات كثيره بالمناسبه. نعم. حاجات كثيره بتلتقط. هسه مع سبريت وقت اجي اشوف شغلهم، موسيقتهم، اشغالهم، ده راقصاتهم، لاني راقص كنت اشيل رقصاتهم، ده اشوف من اي اكشن الموجود لابد الانسان يستوعب حاجه. يعني طيب بالنسبه قابلت من نعم. الناس يعني رؤساء الدول يمكن بكثير. انا يعني جيتي في سبريت. طيب في سبريت يعني في اي محل. نعم طبعا فرقه سبريت يعني هي فرقه قوميه وبتقدم عدد كثير يعني من الاغاني، وفي عدد من المناسبات ايضا، وهي واجهه البلد يعني. طيب حوار الشيخ يعني بالنسبه للاغاني انت بتنوع دائما، تقرا بداويت تقرا وكذا يعني. هل مثلا فكرت تعمل ألبوم خاص بك وكذا، او في حاجات يعني مثلا يعني خلاص قربت تنتهي عشان تخلص تعمل يعني ألبوم خاص بك؟ انا والله يا اخي ما الفكره فيه. نعم. لكن اصلا انا ما عملت. نعم. ايوه وقت عملها لابد يعني قبل ما اسوي لي ألبوم المفروض انا اراجع كل الاغاني بتاعتي واشوف اسمعها تمام واملاها. يمكن حتى في اغاني انا يمكن غنيتها ويقولوا فاتت ودي فاوزه وكده، لكن بعد ما فتره بتلقى فوقها حاجات لابد تقول اغير فيها كده، ولو بالصوت ولا اي شيء. نعم. مفكر بس يعني املا كل ما عملته عشان املاه، ومن بعد ما املاه حتى الواحد يمكن هتعمل مثلا ألبوم تجري براه بداويت براه، ولا هتعمل مثلا منوع كده؟ لا مسوي منوع اصلا. نعم مسوي منوع. طيب عندك يعني مثلا يعني أغاني مصورة، فيديو كليب، حصل عملت كليب ولا كده؟ عندي كثير. نعم عندي. لا انا براي ما صورتها بالتصوير. نعم ايوه. اما الاغنيات بتاعت الستيج دي خليها غيره. انا بتكلم يعني تقول اخترت اغنيه وهذه الاغنيه انا حاسس مختار اغنيه، والاغنيه دي لابد لسه بس شغال فيها عشان ما املاها كليب واجيبها يعني. ماشي. ما ايوه. طيب نسمع لحن اخير كده، اختار يعني لحن كده على رواقه، ويكون يعني قبل ما نختم حوارنا يكون لحن الأخير. ريت يا والديت ولاد ابوه منسي حين الوطن انسان نديبو ينكي هب نديبو شبابات ابيات نيتي هب نديبو جنيت اما تلتبكي عمل اللي طاد من يوم ما بكي عصب دي بسمرة عملتي ديار لا تلا كرر عروف لا تلتقسي ممالي وداري ريت ريافتي يبقى يولا والد من انت الكي لسكي. يا سلام يا سلام. دائما نسمعوا للشباب. نعم. لا كان يقول له دواء دي. نعم.
فنقسيتي تواتبرا فنقسيتي تواتبرا مقابل يقولوا شنقول ناقد دبرا يا كي لمت كو تماتا ما مشرا شكل اليوم دائما زي ما قلت لك. نعم نعم. نديهم الفروسية، نديهم كمان العاطفة. نعم. ولقاش وبركة اتسبت دبادل تشري العراكي اندبك زي خلال شمته قتلي أخبرني من دلال مدينة كوشيكا ودقكو خليفة حبو ميز غشايا بيتك بزريفة حكم انتو يتملي جبني تتفيفة غربة سنة انت تبهدك سليفة ونتلرك علي مدين يدم وردت مدف دون الدتا أسرار وعلى وقيت لدم رسول سادي تلبسك قبلاني هولالي لالي هولالي لالي هولالي نسكن سافلاني ولا سافي جدودو امام ولا كمامي انت كلو تربايا من انت كي دامي لما بيدا من لبن تراينو ويسامي ولا كلا المولادو سيما رجا بلابا كلا تتاجك قلدا كمان سبا شوقنا سبوتنا اباني كرشا بابا رشدي الحراجي متهم بمعلم هولالي لالي هولالي لالي هولالي هولالي نسبني سافلاني. شكرا جزيلا لهذا اللحن الرائع والجميل الأستاذ محمد عبد الله حوار الشيخ. يعني الزمن يعني المحدد لحلقتنا يعني انتهى، ويعني كان بودنا يعني نحكي أكثر من كده ونغني أكثر من كده. نتمنى إنه نلتقي بك يعني في مساحة أكبر من كده وأوسع من كده. عموما في ختام هذا الحوار يعني ماذا تود أن تقول في كلمة أخيرة يعني باختصار؟ والله أنا اليوم الفرصة دي فرصة سعيدة لي أنا. من المناسبة ما حصل أخذت لي زمن في الإذاعة دي، ولأول مرة ممكن أقول أنا دي لي أنا فرصة كبيرة، وأشكر فوق العاملين وأشكر الأخوة الموجودين بالإعلام. شكرا جزيلا أستاذ حوار الشيخ، شكرا جزيلا. المشاهدون الأكارم، بذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة والتي خصصناها للفنان محمد عبد الله حوار الشيخ. وقتا ممتعا نتمناه لكم مع بقية فقرات برامجنا، وكل عام وأنتم بخير.